متلازمه الدلو المثقوب او الجردل المخروم. اول مره قريت عنها ده مصطلح ليكي باكيت سندروم في الطب الوظيفي. انا نورت كده وفسر لي قصص ناس كتير جدا جدا بشوفها. مين الناس دول؟ الناس اللي بتعمل كل حاجه، بتاكل كويس، تاخد الفيتامينات بتاعتها كويس، تسمع كلامي وتاخد الروشته صح، ومع ذلك ما بتتحسنش. مش انا يا دكتور. ايه المشكله عندهم؟ المشكله ان جسمهم مش بيستفيد من الحاجات دي، لانه مش بس انا محتاج اخدها، انا محتاج امتصها، فمحتاج امعاء كويسه، محتاج اعرف اخزنها واتعامل معاها وامثلها غذائيا، فمحتاج كبد كويس، محتاج نقول عمليه الميتابوليزم او التمثيل الغذائي يكون ماشي كويس، ومحتاج توازن هرموني، ومحتاج كل ده ما يتمش فيه تاثير الاسترس او تحت تاثير سيطره وهيمنه الجهاز السمباتاوي او حاله التوتر والجري من الاسد. ف يعني امتى نفكر فيها؟ لما تكون بتعمل كل حاجه صح، كل حاجه صح، ومع ذلك انت مش كويس، ما بتتحسنش. طب ما انا نمت اهو، ما انا عملت راحه اهو، طب ما انا عملت تحاليل وخدت كل حاجه ناقصاني وباخد كل الفيتامينات وباكل الاكل الصح، انا ليه مش كويس؟ انا ليه مش انا يا دكتور؟ علشان عندك متلازمه الدلو المثقوب او الجردل المخروم. انت محتاج تفكر ابعد من انك انت تملى الجردل، انت محتاج تفكر تعمل ايه عشان الجردل ده ما يسربش. طبعا تنام كويس، تشوف حل في موضوع الاسترس ده زي ما اتفقنا، وحاجتين اساسيين: الامعاء والكبد. اصلاح الامعاء والكبد ده محتاج عشان يفوق كميه ديتوكس واعشاب وحاجات طبيعيه، وكمان فيتامينات مهتمه اكتر بالكبد، واهم حاجه انك تقلل الدهون الضاره والسكريات الضاره. بس كده.